السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رب كله بخير. ان شاء الله في اول فيديو في لينكس اكسبلويتيشن او لينكس اكسبلويتيشن تيستنج زي ما تحب تسميها. هنبدا باول حاجه هي getting started with emissive venom. تمام، ازاي نبدا نعمل بيلودز تناسب اللينكس. تمام. في البدايه يا جدعان، الشباب الفيديو ده معمول عشان حاجه تدريبيه، مش انك تروح تنفذه على ارض الواقع. تمام. بس يعني مش عارف اقول ايه يعني. فاحنا متعودين احنا بنستخدم حاجه اسمها امسيف فينوم. تمام. امسيف فينوم، احنا اول حاجه لان الاكستنشن بتاع الملف مش بيتنفذ على اكتر من حاجه. يعني الملف اللي بيتنفذ مثلا على البروكسي غير اللي بيتنفذ على الويندوز، غير اللي بيتنفذ على لينكس، غير اللي بيتنفذ على ماك او اس. تمام. عندنا بيلودز كتيره وانواع كتيره. تمام، او اكستنشنز للبيلودز دي. تمام، تعال نتعرف على الاكستنشن دي. فلو قلنا له list فورمات، تمام، فيبدأ يقول لنا الفورماتنج اللي احنا ممكن نحملها او نعملها كاكستنشنز للملف ده. تمام، هنديله بس شوية. عندنا فورماتس كتيرة جدا. تمام. فعندنا الفورمات اللي احنا بنستخدمه هو ال ELF ده بنستخدمه كفورمات لللينكس. تمام. عندنا بقى فورمات كتيرة جدا برضو. احنا ممكن نستخدم فورمات كانكودد ب 64. تمام، ممكن نستخدمه كروبي تراست او SH. تمام، كملف شيل. تمام، شيل على الويندوز، على اللينكس قصدي. تمام. تعالوا بقى نشوف شكل البيلوت. تعال نشوف شكل البيلود بقى اللي بيشتغل. لان البيلود برضو بتختلف، لان مش هشغل بيلود ويندوز على لينكس. تمام. البيلود برضو مهم، حاجه مهمه برضو لازم نحطها في اعتبارنا. استنى ما يحمل شويه. تمام، دي كل البيلودز برضو. دي ويندوز كل ده ويندوز. احنا عاوزين لينكس. اوكي، ويندوز كل ده. شايف بايند؟ عندنا بايند شell، TCP شell. البايثون لو هنستغل حاجة زي بافر اوفر فلو. تمام، PHP. عاوزين لينكس. اوكي، تمام. طبعا اللينكس اقل بكتير من الويندوز. تمام. دي الارش لو عاوز تحدد الايه اللي هو الارش اكس 64 او اكس 86. بس احنا بنحددها عادي. عندنا هنا مايسفيل لينكس اكس 64. عندنا هنا برضو من اهم الحاجات احنا محتاجينها هي اللينكس او الدي اللي احنا محتاجينها اللي هو الميتيربتر. تمام. عندنا هنا، تعال ناخدها. عندنا هنا في تكست كده قد احنا دول الميتيربتر، صح؟ تمام. هات كده، خده كوبي سelection، حطه هنا. تمام، يبقى ده البيلودز اللي احنا محتاجينها دلوقتي، هنشتغل عليها. فخليها كبر شوية. اوكي، اخفيها دلوقتي. بس وده بالنسبة للبيلودز عامة. عندنا هنا البايند تي سي بي والريفرس تي سي بي للميتربتر، والريفرس تي سي بي برضو ك ريفرس تي سي بي ريفرس اس سي تي بي والتي سي بي والاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس طبعا. تمام. عندنا دي حاجة مختلفة، عندنا شكل مختلف للبيلودز غير الشكل اللي احنا كنا شايفينه في الويندوز وهنشوفه. اعمل كده كلير واقول له MSF Venom. تمام. امسك فينوم بقى. تعالى نبدا نعمل بيلود. تمام. احنا قلنا ان احنا اول حاجه بنقول له سلاش بي عشان نحدد له شكل البيلود. فاحنا هنقول له احنا عاوزينه لينكس. تمام. بعد اللينكس هنقول له احدد له الارش بتاعه اللي هي المعماريه، اللي هي الاكس، مثلا اكس 86 او اكس 64. هنقول لك الفرق بينهم. واحنا عاوزين هنشغل على 200 بريتر. تمام. بعد ال 200 بريتر احنا عاوزينه مثلا وليكن حاجه زي ريفرس تي سي بي. ماشي، ريفرس اندرسكور تي سي بي. تمام. ده شكل البيلود. احنا خلاص حددنا البيلود اللي هيبدا يشتغل عليه الابلكيشن ده. احنا عملنا ابلكيشن صغير هو هيشتغل على ريفرس تي سي بي. ما علينا. بعد كده بنبدا بقى الحاجات دي الطبيعيه بقى زي الهوست مثلا ب 10 0 2 15. وبعديها اقول له البورد. تمام. البورد ده اللي هو ماي لوكال، اللي هو اللوكال هوست. تمام، او اللوكال بورد. اللوكال ده عندي انا. تمام. ايكوال 4 4 مثلا وليكن ايا كان.
تمام، ايا كان البورت. هقول له بقى سلاش اف عشان نحدد له الفورمات بتاعي. احنا قلنا شغالين على اي ال اف فورماتنج، وهبدا اقول له كونتكست في المكان ده، او احدد له اسم الملف بتاعي اللي هو وليكن اسميه اي حاجه زي شيل مثلا دوت اي ال اف. تمام. لو بدانا هيبدا يكرييت الملف ده، او يبدا يكريت الفايل ده. فيقول لك خلاص انه اتكون و 207 بايت ال اس. هنلاقي ان هو هنا شيل اي ال اف. تعال كده نعمل له شيل دوت اي ال اف. تمام. احنا لو عملنا كده مش هيتنفذ. ليه مش هيتنفذ؟ هيقول لك لانه ما عندكش البرميشن دي. لو قلنا سلاش ال اس سلاش اي ال مثلا كده، وجبنا الملف بتاعنا، احنا عاوزين مثلا سلاش ال بس. لو هو جبنا الملف بتاعنا هو الشيل دي ال اف، هنلاقي ان هو رايت بس، يعني فاهم، ما تقدرش تعمل له اكسكيوتد. فاحنا المفروض هنقول له سي اتش مود بلس اكس. الملف بتاعنا اللي هو كان شيل دوت اي ال اف. اوكي. بقى كده لو قلنا له ال اس تاني هنلاقي ان الملف دوت يبقى اكسكيوتابل. تمام. ونشغل الملف بتاعنا شيل دوت اي ال اف، هيبدا يشتغل عادي لانه كلينكس المفروض يشتغل طبيعي جدا يعني. تمام. دي كانت اول حاجه بالنسبه للملف اللي هو الريفرس تي سي بي. تمام. او الريفرس شيل. تمام. احنا مش عاوزينه يشتغل. تمام. احنا ده كان بالنسبه للملف اللي هو الريفرس شيل. تمام. عندنا شكل تاني من نوع البيلود اللي هو اللي هو التي سي بي او البايند شيل. البايند شيل. تمام. وفي فرق ما بين الريفرس شيل والبايند شيل. تمام. لو جينا نشغل البايند شيل، لو قلنا له ام اس اف فينوم سلاش بي، هنقول له برضو لينكس. بس احنا ايه، بدل هو ايه برضو هيشتغل، مش هيشتغل على المتر. تمام. احنا اقول له انه لينكس اكس 86 عادي جدا. وهبدا اقول له انه شيل ده نوع جديد من البيلود شيل، واقول له انه بايند. تمام. بايند اندرسكور كان تي سي بي تقريبا، صح؟ شيل بايند اندرسكور تي سي بي. تمام. الريفر شيل. تمام. الريفر شيل محتاج ان انا اشغله من عند الضحيه. تمام. يعني الضحيه نفسه هو اللي هبدا انا هيبقى شغال من عند انا، ده ريفر شيل. تمام. الريفر شيل انا كنت بحط له الهوست اللي هو اللي فات. تمام. ليه؟ لانه هيريدايركت عليا انا. تمام. يعني هيريدايركت عليا انا. انما البايند شيل او البايند تي سي بي شيل مش هيريدايركت عليا انا، هيعتمد اعتماد كلي على الجهاز اللي هيروح يشتغل عليه. تمام. فبالتالي هيشتغل على الهوست بتاعه هو، مش بتاعي انا. فبالتالي احنا ما بنحطوش ايه، ما بنحطلوش الهوست، بيبقى البورت على طول. وعاوزين مثلا ده هيبقى شيل 2 عشان نميز ما بينهم. تمام. وهيبدا يشتغل. تمام. فده الفرق ما بين الريفت شيل والبايند شيل. هو يشتغل دلوقتي ال اس. تمام. هنحتاج برضو ان احنا هنعمل له سي اتش مود. تمام. شيل 1 عشان يبقى اكسكيوتابل ونقدر نشغله. تمام. كانت اكسس. اوكي. مش هنعمل له سي اتش مود. تمام. تمام. ده بالنسبه للباين تي سي بي. تمام. فعندنا برضو الشيل سكريبت. لو قلنا له ام اس اف فينوم سلاش بي. تمام. ال ال هنشغله اللي هو الشيل سكريبت، هيبقى شغال كشيل. تمام. يعني هيشتغل على على الكوماند، او هيشتغل على جهاز الضحيه على طول، ويعمل لي ريكونكشن من عنده. تمام. بحيث ان هي تبقى اسهل شويه. فشكل البيلو كان سي ام دي. سي ام دي بعد السي ام دي بنحدد له اليونكس تمام. مش هتفرق قوي يونكس او لينكس. تمام. هقول له ريفرس اندرسكور باش. تمام. فده هيشتغل كباش. تمام. فلما قلت لك انه باش مش هيشتغل كاي ال اف، احنا هنعمله ايه؟ فاكر لما قلت لك هيشتغل اس اتش، يبقى الفورماتنج بتاعه هيبقى اس اتش. فاحنا بنحط له عادي الهوست عادي بتاعنا احنا اللي هو اللوكال هوست ايكوال 10 0 2 15. تمام. وبعد كده بنحط له البورت ايكوال 4 4، وبعديه بنحط له سلاش اف فورمات. تمام. هيبقى ايه؟ فورمات اس اتش بالظبط كده. تمام. بعد كده اس اتش، او احنا هنحطه هنشغله مثلا كفورمات كرو. تمام. ونخلي الفايل اكستنشنز تمام. هنقول له انه رو، والفايل اكستنشن هنخليه مثلا وليكن انه باند دوت اس اتش. تمام. باند دوت اس اتش.
هيبدأ يكريت الفايل اتعمل له عادي، اتعمل عادي ما عندوش اي مشكلة، وبقى فين band.sh. تمام، اشتغل عادي كده. تمام، ده بالنسبة للاكس اكس كام 86. الاكس 64 بقى زيه زي الويندوز عادي، عندنا النواه او الكيرنل اكس 80 واكس 64. تمام، اللي هو 32 بايت و64 بايت. تمام، ام اس اف فينوم سلاش بي عادي جدا، احنا بنقول له لينكس. تمام، انه لينكس، بس بدل اكس 86 دي هنقول له اكس 64، فانا هقول له اكس 64 عشان نبقى على طول، عشان ما اقعدش اكتب تاني. ماشي، اكس 64. اكس 64 بقى احنا عاوزين نشغله على الميتير بريتر. ماشي، الميتير بيتر ريفرس اندرسكور تي سي بي. تمام، وكده كده البورد. تمام، عاوزين نحط له طبعا الهوست، اللوكال هوست. الهوست ايكوال 10 0 دوت 10 0 2 15 10 0 2 15. تمام، اي ال اف، ونغير اسمه شيل 3 مثلا. تمام، متقلقش من الشكل ده. تمام، وهي اي ال اف. تمام، ده شكل برضو انت معتاد على شكل الريفرس تي سي بي بالشكل ده كان بتربتر. تمام، عندنا بقى بيلود مختص بنفسه او بيلود لوحده. هنشيل السلاش دي ونحط له برضو اندرسكور، يبقى متربتر اندرسكور ريفرس اندرسكور تي سي بي. وده بيلود تماما، وده بيلود مختلف وشغال برضو على لينكس، وده اللي هنستخدمه ان شاء الله. تمام، فهي invalid payload linux x 64 متربتر ريفرس تي سي بي. احنا عملنا حاجة غلط. ايه الغلط؟ متر اه متر بريتر. اوكي، كان البيلود كان شكله غلط، ريفرس اندرسكور ريفرس تي سي بي الهوست، وهنقول له مثلا ان ده متر بريتر. تمام، دوت اي ال اف، ونبدأ نعمل كريت للبيلود، وان شاء الله يشتغل. تمام، واتعمل. شايف هو قد ايه؟ كام كبير جدا. تمام، عكس اللي فات كان 73 والتاني كان قبله 195، يعني صغير جدا بايتس يعني. ls سلاش ال عشان نشوف شكله. احنا كنا ايه اللي هو الميتير بيتر تو تي ال اف، لو قلنا له سي اتش مود. تمام، لازم سي اتش مود عشان يبقى اكسكيوتابل فايل. اوكي، احنا شفنا برضو الريفرس تي سي بي. تمام، عندنا برضو شكل من اشكال البيلود اللي هو الريفرس اتش تي تي بي اس، وده بيبقى يعني اكتر تخفي او مش مفضوح. تمام، اتش تي تي بي اس ده بيبقى مش مفضوح اكتر للانتي فايروس او ايا كان. تمام، بيبقى بنستخدمه برضو، بس لو هنحطه جوه ابلكيشن يعني. تمام، فده شكله ريفرس اتش تي تي بي اس. تمام، لو عاوزين بقى نعمل له انكودرز. تمام، ده ريفرس تي سي بي ميتر بريتر. تمام، ده بالنسبه خليه تي سي بي برضه. تمام، تي سي بي. تمام، فاكرين لما كنا بنعمل انكودرز كنا بنعمل ايه؟ خليه يرجع ورا هنا بعد البورت هنا كده. كنا بنعمل انكودرز اللي هو كان ايه بالظبط؟ سلاش ايه يعني هنعمل له انكودرز. ومن اشهر الانكودرز احنا كنا بنستخدمها كان اكس 86 شيكاتا جناي. تمام، كان اكس 86. تمام، شيكاتا 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 كان جناي اندرسكور جا اندرسكور ناي. تمام، شيكاتا جناي. تمام، احنا كنا بنستخدم معاه سلاش اي 3. تمام، عشان يبقى اكسكيوتابل. تمام، اف دوت اي ال اف. تمام، سلاش اف اي ال اف. واحنا هنعدله اللي هو ايه، هنقول له مثلا ان ده انكودر اندرسكور شell. تمام، دوت اي ال اف. تمام، ده البيلود اتعمل كده الاس سلاش ال. عندنا هنا اللي هو الميتربتر او الانكود فايل. تمام، انكودر شيل دوت اي ال اف 11
21480 نفس ده، أو نفس، مفيش اي فكره. ممكن نعمل له دبل انكودرز، يعني ممكن نحط له اكتر من انكودرز او مالتيبل انكودرز. تمام. تمام. شكل من اشكال برضو البيلود اللي هي شغاله مع البايثون بايثون بيلود. تمام. بايثون بيلود انه هيشتغل كلام كملف بايثون. تمام. هو ملف بايثون عادي جدا، من غير ما يعني من غير ما نحط الشيل بتاعنا ده في ابلكيشن. يعني احنا الطبيعي ان احنا بنحط الابلكيشن بتاعنا مثلا، ولكن انا عندي ابلكيشن اسمه جو، بقوم جايب البيلود الجميل ده اللي هو المتربتر او الانكودر ده، اقوم حاطه فين؟ اقوم حاطه جوه الجو. اليوزر الطبيعي لما يشغل هو برنامج اسمه جو، هيعمل له جو، هيشتغل طبيعي على انه جو، وفي الخلفيه ايه اللي هيشتغل؟ بالظبط كده، الشل بتاع اللي هو دوت اي ال اف. بس انا عاوز اشغله كملف بايثون. تمام. ملفات البايثون بتبقى هنعمل له مثلا وليكن انها تول، هنعمل تول ونحطها على على الانترنت، والتول دي هنحط فيها شل. تمام. فعندنا طريقه اللي هو الام اس اف فينوم. تمام. سلاش بي. بعد كده هنقول له انه ملف فايل بايثون عادي جدا، هقول له بايثون سلاش، بعد البايثون هنقول له ميتربتر عشان هيرجع لي جلسه ميتربتر. ممكن ما نحطش جلسه ميتربتر ونشغله على نت كات. تمام. ممكن نعمل نت كات على على بورت معين ونحطه جوه البورت ده. تمام. ونشغله على نت كات، بس احنا هنشغله على ميتربتر. تمام. دي ميتر بريتر. تمام. عشان بتلخبط فيها. ميتر بريتر. بعد كده هنقول له نو ريفرس تي سي بي، ريفرس اندرسكور تي سي بي. تمام. بعد الاندرسكور تي سي بي هنقول له برضو الهوست، الهوست ايكوال 10 0 10 دوت 0 دوت 2 دوت 15. بعد كده هقول له البورت ايكوال 4 4. تمام. بعد كده هنقول له سلاش اف، هخليه رو، وبعد كده حدد له الاكستنشن الرو، وبعد كده حدد له الاكستنشن بتاعه. هقول له انه مثلا وليكن بايثون شيل اندرسكور، هسميه ايه؟ لا مش اندرسكور بقى، المفروض دوت بي واي. تمام. عشان يبقى بايثون فايل يشتغل كبايثون فايل يعني. تمام. invalid payload بايثون ميتر بريتر ريفرس تي سي بي. احنا قلنا غلط، حاجه غلط. ميتر بريتر، ايه غلط؟ ميتر بريتر ريفرس تي سي بي. اه ريفرس تي سي بي، اه انا اسف. المفروض ريفرس اخرها ايه؟ انا اسف جدا. ريفرس تي سي بي. اوكي. فيا رب اشتغل اهوت. فانا اقول له ال اس. تمام. هنلاقي ان الفايل بتاعنا اللي هو كنا مسمينه ايه؟ مسمينه بايثون شيل. هو ده البايثون شيل ده. هاتوا كده خدوا كوبي. تمام. احنا عاوزين نشغله، هنقول له بايثون 3. بايثون ايه ده؟ بايثون 3. عاوزين نشغل اللي هو ده. تمام. بايثون شيل دوت بي واي، وهيبدأ يشغله كملف بايثون. تمام. لان على على لينكس لازم يكون مثبتين على الاقل بايثون 3 كمكتبه لباب 3 عشان تقدر تشغلها الملفات دي. تمام. تمام. احنا قلنا طبعا الريفرس اندرسكور تي سي بي. تمام. أمم، دون هو بدأ كده يشتغل في الخلفية أصلا. تمام. في حصل مشكلة. لو قلنا له كات أو نانو الملف ده عشان نقدر نشوف إيه اللي جواه، هنلاقي فيه اكزيك. تمام. ملف او اكزيك ده، اكزيك دي حاجه فانكشن شديده الخطوره. اكزيك معناها ان ايه؟ ان اي حاجه جوه الفانكشن اللي انا هديلك دي هتنفذها. تمام. فبيفتح بالتالي ريفرس شيل، وده شكل الشيل. تمام. على يو تي اف 8. تمام. بيس 64 انكودر، بيعمل له انكودرز كل شويه، يعمل له انكودرز بحيث انه ما يتمش اكتشافه. وده الشيل اللي البايند شيل اللي هيرجع عليا. تمام. او الريفر شيل اللي هيرجع عليا بحيث انه يقدر يعمل كونكشن من جوه النتورك لبره النتورك. اوكي. اوكي. كان في ايه تاني؟ ممكن نعمله مثلا مالتيبل انكودر.
تعالوا لكم ازاي نعمل مالتيبل انكودر، يعني نعمل 2 انكودر في بعض. ام 7 ام 7 ايه ده؟ ماشي، ام 7 سلاش بي، ده البيلود، هنقول له ان هو لينكس. تمام، لينكس احنا قلنا سلاش اكس 64 بتر ماشي، اكس 6 اكس 64 ماشي. هنشغله ايه؟ ماشي، نقول له ممكن نخليه شيل. تمام، شيل وريفرس تي سي بي، ريفرس اندرسكور تي سي بي، نقول له الهوست. تمام، ده الهوست بتاعنا طبعا 10 0 2 15. تمام، 10 0 2 15، وطبعا البورد ايكوال 4 4. بعديها بقى نعمل له دبل انكودرز. احنا عارفين اول انكودرز بتاعنا اللي هو شايكاتا جناي، شايكاتا. تمام، هو المفروض شايكاتا. تمام، اكس 86. تمام، شايكاتا اندرسكور جا اندرسكور ناي. تمام، ناي. ده بالنسبة للشايكاتا. احنا قلنا سلاش اي ممكن نخليها 3 اور 5، بس خليها 3، ونعمل له سلاش اي مالتيبل انكودرز تانية. حاجات زي وليكن اكس 86، ممكن مثلا ايه، ممكن كوانت داون. تمام، ده اللي هيمشي معاها. كوانت داون ده نوع برضو من الانكودرز، ممكن تشوفها في المكاتب بتاعة الانكودرز اللي موجودة اسمه ايه، الام اس اف او ميتاسبلويت. انا اسف، لو دخلت على ميتاسبلويت هتلاقي كل الانكودرز دي هي كاونت داون. اوكي، هنقول له سلاش اي 3 عشان تشتغل مع اللي قبلها برضو، وسلاش اف ممكن نخليه اي ال اف برضو، سلاش اف اي ال اف، ونقول له هتحفظه لي في المكان ده. ممكن نسميه ايه، نسميه اي حاجه بقى، فاهم؟ كده 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 هيتنفذ عادي يعني. فده بالنسبه لشكل البيلودز. تمام، فما علينا. تمام، احنا وليكن بقى اللي احنا عملنا البيلود المخصص للماشين اللي احنا هنعملها. عندنا بقى حاجه وليكن احنا مثلا نعمل، هقول له نانو، هعمل ملف جديد اسمه وليكن مثلا او هاندلر. تمام، هاندز اون، هسمي ملف اسمه hands on دوت ار سي ريموت كود عشان يعمل لي ريموت كود. تمام، وهبدا احط فيه الكلام ده. تمام، نبدا نحط فيه ايه؟ نبدا نحط فيه اول حاجه البيلود. تمام، سيت بيلود، او نحط بقى الميتير بتاع السيشن بتاعتنا، اللي هو هقول له يوز مالتي هاندلر. تمام، هقول له يوز اكسبلويت. تمام، مالتي هاندلر. تمام، وبعد كده اقول له set عشان نشغل كل حاجه بعد كده على طول. set payload. تمام، البيلود بتاعنا احنا كنا شغالينه اللي هو محتاجينه اللي هو لينكس. تمام، ايا كان بقى اللي احنا كنا مستخدمينه، لينكس اكس 86 او كان اكس 64، اكس 64. بعد الاكس 64 هنشغل ايه؟ كان اللي هو الريفس او الميتير بتاع الاول، ميتر بريتر. تمام، اندرسكور، او خلي اندرسكور ريفرس عشان هنشتغل بيه اندرسكور تي سي بي. بعديها هنحط له set الهوست عشان نشتغل كل ده اوتوماتيك بعد كده. الهوست 10 0 2 15، واقول له set البورت ايكوال 4 4، نفس اللي انا كتبته في الام اس فينوم يتكتب هنا بالحرف، ما تجودش. تمام، بعد كده هقول له اكسبلويت. تمام، سلاش جي لو انا عاوز اشغله في الباك جراوند، عاوز اشوف شكله في الاول اول ما بيشتغل، اقوم قايل له ايه، سلاش او هسيبه كده اكسبلويت او رن. تمام، اي اللي انت عاوزه. تمام، بس انا بحب اكسبلويت، شكلها حلو كده. تمام، يبقى احنا عندنا يوز اكسبلويت مالتي هاندلر، او ممكن تكتب مالتي هاندلر بس من غير اكسبلويت. تمام. تمام، سيب اكسبلويت عادي يعني هتشتغل. مالتي هاندلر، وهعمل البيلو بتاعنا اللي هو اكس 64، اكس 64 متر بتر اندرسكور ريفرس اندرسكور تي سي بي. تمام، وحطينا ال هوست والال بورت. تمام، وبنبدا نعمل له رن. انا بحفظ ده، اقول له سلاش اكس واي. اوكي، بعد كده هقول له ميتا سبلويت، او مش ميتا سبلويت ام اس اف كونسول. تمام، ام اس اف كونسول سلاش ار عشان يعمل لنا ريسورسز. الريسورسز احنا سمينا ملف ايه اسمه، سمينا ملف
نانو هاندز اون. تمام. هاند هاندز اون. هاندز اون دوت، لو كملنا دوسنا تاب هيكمل لنا الملف على طول. فاول ما نعمل ام اس اف كونسول سلاش اور هاندز اون هيبدا يشغل لنا الملف ده، ينفذ كل الكوماندز اللي فيه ويبدا يعرضها لنا. تمام. هيبدا نشوفه دلوقتي اول ما بيشغل الفريم ورك. كذلك بقى يا شباب بقى ممكن نعمل ملفات بي اتش بي بقى لو هنشغلها على سيرفر، لو سيرفر مثلا اللي هيستقبل مننا الكلام ده والسيرفر ده لينكس، فممكن نعمل له ملف بي اتش بي. تمام. ممكن نعمل له ملف سي ام دي زي ما شفنا، بحيث ان لو ملف فعلا لو هو لينكس او هو لينكس سيرفر اللي هيستقبل مننا، فبالتالي اعمل ريموت كود اكسكيوشن عليه، فبالتالي اعمل ملف سي ام دي او ملف بي اتش بي. تمام. لو السيرفر بي اتش بي، فهيبدا دلوقتي عملت ران، هلاقي ده ران ده هيلب كوماند ناون كوماند. تمام. ممكن اقول له اكسبلويت. تمام. احنا هو ما اكتشفش المكتبة. ايوه المكتبة كان اسمها مالتي هاندلر انا فاكر. هو المكتبة اصلا ما قدرش يكتشف المكتبة. فانا اقول له مثلا مالتي هاندلر رابط 7. عشان كده كتبت حاجة اكسبلويت مالتي هاندلر، صح انا كاتبها صح. تمام. عندك هنا يوز اكسبلويت ماشي. شو تارجت يوز اكسبلويت مالتي هاندلر. تمام. امال في ايه؟ هو ليه ما اقول له يوز اكسبلويت مالتي هاندلر؟ احنا نعالج الملف اصلا من اساسه. اوبن فولدر. احنا كان عندنا اللي هو دوت ار سي هانز دوت ار سي يوز اكسبلويت مالتي هاندلر. تمام. هو مش عارف ليه ما قراهوش. تمام. بس هو المفروض يقراه يعني. احنا تقول سيف دي ملفات اللي احنا الاكستنشنز اللي احنا كنا واخدينها. تمام. دي ملفات الميتربتر الاساسيه زي ما شفنا، ميتربتر اندرسكور ريفرس بي وميتربتر اندرسكور اتش تي تي بي اس. اوكي مش محتاجينها دلوقتي. تمام. ان شاء الله هنبدا بقى نشوف ازاي نعالج المشكله دي قدام. تمام. بس احنا عشان نسهل علينا نفسنا شويه نبدا مش كل مره نقعد نكتب البيانات دي. وهنا المشكله حصل في الاول اصلا. set payload. ماشي. failed to load module. هو ما عمل هو حصل له فيلد، هو بيلود موديول exploit score multi handler. تمام. هنرجع تاني multi handler. مش عارف حصل مشكله ليه. تمام. بس ما علينا، في الفيديوهات ان شاء الله الجايه واحنا بنعمل اكسبلويت للماشين هنبدا نشوف نحل المشاكل. تمام. ده بالنسبه لانك ازاي تعمل بيلود. وانا دور انك ازاي تعمل بيلود على بي اتش بي فايل، هتلاقي بي اتش بي متربتر اندرسكور او ريفرس تي سي بي على طول. تمام. ده بحيث لو هو شيل فاهم، او هو بروكسي او فاهم اللي هو ايه سيرفر. تمام. هنعمل سيرفر لان اللينكس واحده من اشهر الحاجات اللي احنا كله شغال عليها. موبايلات شغال عليها، شغال على النت. السيرفرات شغاله 90% من السيرفرات شغاله على لينكس. تخيل 90 او 85%، يعني 85% 90% شغالين على على اسمه ايه، على لينكس او يونكس سيرفر. تمام. فكل ده تمام. فاحنا بالتالي معظم شغلك او كل اللابات اللي هيبدا تحلها بعد كده اصلا هتلاقيها على لينكس، عكس الويندوز طبعا. عكس الويندوز اللي عنده اي دي ار ايفيشن، لازم تعمل ايفيشن للملفات وازاي تعمل له انكودرز. وهتلاقي اصلا عنده اكسبلويت هتلاقي ناس اصلا شغاله اكسبلويت ديفلوبمنت ازاي تعمل ابلكيشن يبين انه حقيقي، وفي الورا او في الباك جراوند شغال البيلود بتاعنا ده بتاع بيتا سبورت. تمام. وده كان كل حاجه بالنسبه للفيديو بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.